السلام عليكم. اختيارات باش تكون صعيبة على كاردوزو في الموسم هذا. علاش بديت الحلقة متاع اليوم بالحديث هكايا على كاردوزو وعلى الملاعبية اللي عنده في الافكتيف العام للترجي؟ بصراحة احقاقا للحق واللي قول الحقيقة، كي نشوفوا السنة الافكتيف متاع الترجي ونحطوه اون كومباريزون بين الافكتيف تاع السنة والافكتيف متاع منيو، فما فرق كبير. عندك خيارات على الأجنحة، على اليمين وإلا على اليسار، عندك خاصة خيارات كبيرة في وسط الميدان. النقطة يمكن اللي نتخالف فيها شوية مع إدارة الترجي واللي ماذا بيا أنا تكون موجود، راهو من حق أي مكشخ يحكي ويطالب ويقول راني أنا مكشخ ونحب فريقي أمبونيتا ومن حق نشوف جمعيتي أمبونيتا. ماذا بيا كان الترجي الذي التونسي يختم الميركاتو هذايا بصراحة بمهاجم راس حرب. نتمنى انا من ربي انه الترجي تاخذ مهاجم راس حرب. راهو كيعود عندك ملاعبي كيما اولو تلقى الرومبلاسون نتاعو اوكبيلو ماهوش بعيد برشا المستوى، ينجم اولو يعوضو لاري العزون كيف ماهوش بعيد المستوى ككاليتي تكنيك وبوتنسيال بريسك كيف في نفس السياق. زاد كيكون عندك زاد كوناتي زاد نجم يلعب سنتينير تكنيكمون قوي ورابيد وعنده اجريسيفيتي قويه وينجم يكون في المركز هذا. يعني عندك الحلول وعندك الخيارات، عندك الكم وعندك الكيف. اذا غاب لك تقى عندك زاد كوناكتي ينجم يلعب لك القدام، ينجم يلعب لك في البروفيل الكل في وسط الميدان، في الكابيفو سنتينير على اليمين على اليسار روليور. شفناه في المقابلات الوديه وشفناه في الماتش الاخراني الودي كيف زاد لاري العزوني. عندك حلول اوكبيلو، يعني فما التوش هذيك متاع المدرب اللي نجم يحطها في اي ملاعبي ويوظف ملاعبي في برشا بلايص في وسط الميدان، سواء كفكاك كاروليو كاتروازيام بيفو دربالي مترشق. عندك الحلول عندك الخيارات كيف زاد على الشيره اليمين. عندك زاد موكوينا، عندك ينساس ينجم يلعب زاد على اليمين وميم طون تنجم تستغلوا كصانع العاب قدام الملاعبيه متاع وسط الميدان الزوز. يعني كي باش تبدل البروفيل وباش تبدل الشيما تكتيك كامل البلا اللي حدث ولا حرج هذاك في قام واحد وما نحكيوش عليه. مع عودة أسامة بوقرة، مع يعني الفورمة الكبيرة اللي قاعد يتعدى بها كوناتي وتويكا والدربالي، يعني تنجم تستغل الملاعبية ذوما في عديد المواقع. عندك الكم عندك الكيف. ينقص مهاجم مع رودريغيز اللي نتصور انه رودريغو كي يرجع من البليسير نتاعو ان شاء الله باش يكون تدعيم كبير للترجي التونسي، خاصة كي عندك ينساس مترشق وديجا ينساس رجع للتدريبات اليوم، يعني رجع من البرازيل كما حكينا في الفيديو اللي فاتوا متاع نهار الجمعة والسبت اللي راهو ينساس باش يرجع اول الاسبوع ذاي في التدريبات ورجع اليوم وباشر التدريبات الجماعية مع الجروب. وعندك البلالي ما شاء الله عليه بيرفورمانس طيارة برشا، ملاعبي كاليبر كبير وخبرة. يعني نتصور كاردوزو باش يواجه يعني شوية تعقيدات في اختيار التشكيلة، خاصة كيعودوا عندك الملاعبية ذوما عندهم النزعة الهجومية وتلقاهم في النزعة الدفاعية. يعني بروفيل يكون كبير برشا من الملاعبية ذوما، ينجم يعطيك عمق هجومي كيما زاد ينجم يعطيك اتزان دفاعي في الكونتراتاك، والا مع فريق ينجم يلعب الكرة تكنيك برشا اللوتا كيما شفنا عمناول. يعني كان ما جاش يعني من الطف الليل وكان ما جاتش الخطة يعني الدفاعية بحته، فما ملاعبية ينجموا يعملوا الرول هذاك متاع الدفاع. راي الترجي التونسي من البارتي لاليه في زوز بارتيات متاع بارتي بيترو اتليتيكو كان نتفكروا في رادس كيفاش بيترو اتليتيكو هبلتنا كوره بصراحه، خاطر الجوارات بلو تكنيك ويقدموا برشا ويلعبوا ديما مقدمين خلونا في بلوك تايع. وكيف زاد سان داونز اللي عندهم فيفاسيتي كبيره وعندهم كوره تمشي اليمين تمشي اليسار، يعني رابيديتي كبيره في الكوره. دونك الشيء هذا الكل يعني نتصور انه في بال كاردوزو. واكيد الترجي هذه تونسي ان شاء الله متمنى بالنسبه لي انا يجي اتاكون في الترجي تويكا مع رودريغيز، خاطر ما تنجمش تدهم على الشامبيونز ليغ بيوسف العبد اللي بركه بكيب باسوي والا بزين الدين كادا. والملاعبيه ذوما صحيح مع احتراماتي ليهم فيهم اللي مازال كيطلع، فيهم اللي ما عندوش خبره افريقيه كبيره، فيهم اللي ضايع في المستوى وبعيد عن المستوى، لكن لازمك افكتيف يكون ريش في البلايص الكل.
نحكي على الكوتي اوفونسيف تويكا، ما حكيتش على الكوتي ديفونسيف. الترجي بالافكتيف هذا بالانتدابات اللي باش تصير القادمه وبالتدعيمات في كامل الخطوط اللي قاعده بشويه بشويه مع ملاعبيه شبان قاعدين ياخذوا في الاكسبيريونس تويكا مع ملاعبيه تاع مناول واللي يجيو السنه، نتصور الترجي ما نقولش مرشح انه باش يهز الشامبيونز ليج. الترجي ينجم يهز الشامبيونز ليج، الترجي بخبرته الافريقيه السنه لازم يهز الشامبيونز ليج. صحيح باش نحطوا الاسامي ونقولوا نقارنوا بالغريم الازلي نتاع الترجي اللي هو النادي الاهلي، ما فماش معادله صحيحه، او كي نحطوا الاسامي تبان اسامي الاهلي اكبر. علاش؟ خاطر عندها تجربه كبيره وهذا برشا ربية الابطال وعندها اكسبيريونس كبيره سواء مع منتخبات بلادها مصريين او اجانب، والحاجات هذيا راهي ما فيهاش علم صحيح، لكن اللوجيك يقول لك. اما بالنسبه لي انا الترجي قادر انه باش يهز دوري ابطال افريقيا السنه، ولازم يهز خاطر عملوا بالفيكتيف هذاك التعب، وصلت فينال وصلت لهزيته الفينال. والسنه بالفيكتيف اللي عندك سنه وبالتحضيرات اللي قمت بها وبالماتشات اللي عملتهم لاميكال وبالانتصار نتاع تطويل وبالروح المعنويه الموجوده في الجروب، اوتوماتيكمون كان يبقى الجو كي وقلت ربي يبقى الجو هكا مع توفيق ظروف ما خير من هكا واكثر واحسن. الترجي في طريق مفتوح. نتصور انا حسب رايي انه نربط بالانتدابات ونربط بالجاهزيه البدنيه وبالمقابلات اللي باش تكون في القريب العاجل نتاع الترجي، ينجم الترجي يهز ربية الابطال الافريقيه. موضوع اخر باش نحكي فيه تويكا، نتصوروا مفاجاه مدويه بالنسبه لي انا انه الترجي التونسي حسب ما سمعت انه يخمم وفما تخمام كبير وفما تمشي كبير الاستغناء عن معتز الصدام. ما نعرفش انا فما حاجه نحسها في الترجي وفما ناس نحسهم في الترجي ضد الملاعبي هذا بالذات، ما نعرفش عليه. خاطر كي نعمل كومباريزون نشوف يعني كي كنت نسمي من قبيله في ملاعبيه وسط الميدان ما سميتش زكريا العاي، خاطر ما تصورش مع هذا من الكل باش يلعب زكريا العاي، ما نتصورش، انا مستبعد على الحكايه. وزكريا العاي نعرف الروندمون نتاعو مازال في الترجي، يعني كي نعمل كومباريزون وتجوز الكومباريزون تويكا بين الزوز ملاعبين، كي نحطوا العايب منا ونحطوا صدام منا، نتصور كتكنيك صدام، كبروفيل كبير نتاع ملاعب ينجم يفيدك صدام، كيف زاد كملاعب يعطيك عمق هجومي كيما زاد ينجم يلعب لك في العمق الدفاعي ويولي لك بيفو. معتز صدام عنده تكنيك باهي وملاعب ينجم يعاونك ويستفيد من الاعاره نتاعو. نتصور بعد العروض اللي جات المعتز صدام فما نية انه شباب بالوزداد يتعاقد مع معتز صدام، كيف زاد فما زوز عروض مصريه من الاسماعيلي المصري اللي عطاه اوفر للوكيل اعمال معتز صدام، وكيف زاد بيراميدز اللي مكبش في خدمات معتز صدام ويحب على اللاعب باي طريقه، خاطر البروفيل هذاك ماهوش موجوده في مصر برشا كروليور كيما نفوت نشوفوا امام عاشور اللي نجم يلعب يفرق لك الكوره ويدخل لك، يعني كي نشوفوا زاد ستيل برمضان الكاركتير نتاع برمضان والبروفيل نتاع برمضان كملاعب وسط ميدان روليور ينجم يفك لك وكيف يدخل في الزون نتاع الريكوبيراسيون نتاع لاتاك. معتز صدام عنده الكاليتي هذيك، شفناه حتى في المصري البورسعيدي يعني يلعب في وسط الميدان، يلعب رقم 10 يلعب رقم 8، دونك عنده العمق هذاك، دونك ملاعبي جاب برشا عينين عليه في الموسم هذايا وفي الستة شهور اللي عديهم في المصري البورسعيدي. انا بالنسبه لي يعني كان الترجي الذي تونسي بيستغني على معتز صدام نتسميه انتحار، وكان كيف زاد الترجي الذي تونسي باش يسلم في معتز صدام، وحتى لو فما رغبه يمكن بعض الناس انه معتز صدام ما يبقاش في الترجي، حتى ولو انت ما جبته بالفلوس تبيعه بالفلوس، خاطر كان باش تسيبوا اعاره الاحد الانديه كما صار عمناول. راهو معتز صدام فكروا اللي عقدوا يوفى في جوان 2025، يعني باش يتعدى عام بري اكيد عقدوا باش يوفى في البري وباش يمشي لاي جمعيه اخرى ليبر، يعني باش نرجعوا للديسكور نتاع نفس الاغلاط اللي صارت قبل نتاع بدران ونتاع الشتي ونتاع رؤوف بالغيث ونتاع حمد الهوني ونتاع بالرمضان، يعني الملاعبيه هذوما الكل خذاهم الترجي وما عطاو حتى شيء للترجي، والا من الترجي ما استفادش منهم ماديا. الشيء هذا ما نحبوش يصير السنه. كان السيد معتز صدام ماهوش عاجب العباد في الترجي التونسي، ولا فما ناس
موش عاجبهم في الترجي، خاطر يمكن يقلق، فما ناس يقلقوا معتز الدين خاطر يمكن باش يفك بلاصتو، وبالكاركتير نتاعو بالكاليتي تكنيك نتاعو الكبيره ينجم يقلع بلاصتو في الترجي التونسي. رياض بن عياد الملاعبي مش حاب يمشي من الترجي، حسب ما وصلنا انه الملاعبي يحب يبقى في الترجي التونسي، وفما عرض من الرجاء المغربي، لكن الرجاء يحب ياخذ ملاعبي بلاش فلوس نظرا للعلاقات الكبيره بين الترجي والرجاء المغربي. وفما الترجي يحب يبيع الملاعبي ويستنفع به ماديا خاطر جابوا بالفلوس، الملاعبي يسال الترجي برشا فلوس. كيفاش باش تفاض تويكا الله اعلم. نزيدوها مع عنصر ثالث انه كاردوزو ما حاجته بالملاعبي، يعني ما يدخلش في سياق طموحاته، في سياق تطلعاته للموسم الرياضي القادم. كيفاش باش تصرف الاداره، كيفاش باش تصرف حمد المدب، احنا قاعدين نستناو ان شاء الله تصير حاجه باهيه، وان شاء الله المفاجات المدويه اللي قاعدين نشوفوا فيها كل مره ونسمعوا في موضوع جديد ها وش يمشي ها وباش يبقى ان شاء الله يوفى على قريب. والترجي يركز في لي كومبيتيسيون جايين ويخدم من توا على الميركاتو جاي، واللي فما اتصالات كبيره مع برشا ملاعبيه في اللي تدعيم الترجي التونسي في الميركاتو الشتوي القادم. ان شاء الله يكون عجبكم فيديو، نتقابلوا في حلقه جديده. السلام عليكم الناس الكل.